السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم زينب كيتشن. في فيديو اليوم ان شاء الله راح نحضروا مع بعض حلوة البابا بذوق البرتقال. تحت طلب الكثيرات منكم عملت لكم طريقة جد مبسطة ومقادير متوفرة في كل بيت. اذا عجبتكم الوصفة وحبيتوا تجربوها تابعوا معي الفيديو الاخير وخليوا لي اكبر عدد من اللايكات. اولا عندي نصف كوب حليب دافئ، الكوب اللي يرفد 200 مليلتر. نضيف له ملعقتين صغيرتين خميرة الخبز أو ملعقة كبيرة، نخلطهم مليح مع بعض ونخليها على جنب. من جهة أخرى في وعاء نحط كوبين فرينة ما يعادل 200 غرام، وانا الكوب اللي كيلت به دائما اللي يرفد 200 مليلتر. نزيد قبصة ملح، ملعقتين كبيرتين سكر، نزيد الفانيليا، نخلطهم مليح مع بعض. نضيف بيضتين ونصف كوب حليب مع الخميرة، ونبدأ نعجن بيدي حتى نتحصل على قوام رخو وخفيف. نستمر بالعجن بهذا الشكل. نزيد مبشور برتقالة، بعد ذلك ندخل في العجين ملعقة كبيرة ونصف زبدة ونستمر في العجن. نحط العجين في إناء صغير، نغطيه ونخليه يخمر مدة ساعة. بعد ما خمر نحيلو الغازات ونعمر الجيب الحلواني تاعي. ومباشرة نعمر القوالب اللي نطيب فيهم حلوة البابا. بالنسبة للقوالب دهنتهم بالزبدة ورشيتهم بالفرينة، ما تعمرهمش بزاف لأنهم راح يزيدوا يخمروا. بعد ما عمرتهم كامل نغطيهم ونخليهم يزيدوا يخمروا نصف ساعة. بعد ذلك ندخلهم للفرن مسخن من قبل على 180 درجة مدة طهي 20 دقيقة. في هذا الأثناء نحضر السيغو. في كاسخول نحط نصف لتر ماء وكوب سكر، الكوب اللي يرفد 200 مليلتر، مع عصير برتقالة ونزيد مبشور برتقالة. نخلطهم مع بعض ونخليهم فوق نار غير يبدأ يغلي، نحسب 10 دقائق ونطفي. بعد ما نحيت السيغو من فوق النار نزيد له ملعقة كبيرة فانيليا، نصفيه ونحطه على جنب.
هنا لي بابا راهم طابو، ضروري تخلوهم يحمروا مليح. نحيهم من القوالب. نغطسهم داخل السيغو وهو سخون، طبعا هما يكونوا بردوا شوية. نخليهم حوالي دقيقة في السيغو ونرفد كل حبة ونحطها على جنب تقطر، ونفس العملية لباقي حبات البابا. وبعد ما تشربوهم راح تلاحظوا انهم زادوا في الحجم تاعهم. في الاخير نزينهم بكريمة الشانتيي. اذا هذه كانت وصفتي وطريقتي في تحضير حلوة البابا بذوق البرتقال. كما شفتوا في الاخير زينتهم بقطع البرتقال ومبشور برتقال فقط. تقدروا تزيدوا لا جيلي وانتوما والرغبه تاعكم، ولا تزيدوا لهم سيغو وقت التقديم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم والاشتراك في قناتي على اليوتيوب زينب كيتشن. انتظروني في فيديو قادم مع وصفه جديده. مع السلامه.